في آية في القرآن الكريم أنت لازم تطبقها ولو مرة واحدة في عمرك. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر في القرآن الكريم اتفسر بكذا حاجة، إن هو الجنة، وإن هو الخير كله، وإن هو الطاعة أو التقوى. يعني كل دول تحت مسمى البر. أنت بقى مش هتنول حاجة من الحاجات دي إلا لو أنفقت مما تحب. يعني من الحاجة اللي أنت بتحبها طلع منها. زي ايه مثلا؟ كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصدق بالسكر، يعني كان بيطلع السكر. فلما سالوه قالوا له: انت ليه بتطلع السكر بالذات؟ قال لهم: اصل انا بحب السكر فبطلع من ده. يعني كان بيطبق الايه دي. انت كمان لازم تعمل كده ولو مره واحده. يعني مثلا لو انت بتحب اكله معينه ولا حاجه طلع منها لله. ويا سلام كمان لو انت تعرف تطلع من الحاجات دي لاهلنا في غزه، لو انت تعرف تطلع لاي مؤسسه انت عارف ان هي بتودي الحاجات دي لغزه، فيا ريت تطلعها وطبق الايه دي ولو مره واحده في عمرك عشان تنال الخير، واللي غيرك عشان غيرك يستفيد. وربنا يتقبل مني واياكم، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.